السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كيفكم يا متابعات الحلوات؟ وحشتوني جدا جدا. مع المعذرة، اليوم الموضوع مختلف يعني عن اللي تعودتوا عليه. الموضوع مختلف، بس كان لازم يعني نسوي ده الفيديو. أول حاجة طبعا حابة أتكلم فيها، اللي هو لا إرادة فوق إرادة الله عز وجل. إن ما في شيء يكون والله مو كاتبنه. يعني فعلا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. فيعني في موضوع الآن يعني صاير، صراحة يعني اهتميت فيه واجد على أساس إن لعدة أسباب. يعني أول حاجة، دايما في مثل ينطبق عليه المثل اللي هو دايما ينقال: يا الله بحسن الخاتمة. ففعلا هذا المثل يتجلى في الموضوع هذا اللي نتكلم فيه اليوم. أول حاجة نترحم على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وعلى آبائنا وأهلنا، وعلى جميع اللي هي يعني جميع من المسلمين والمسلمات يعني. والله يرحم مسيو جنو. مسيو جنو طبعا ليش موضوع يعني مهم، على الأساس إنه يعني يعني شيء طبعا فخر لكل مسلم ومسلمة إن في شخص كان يعني ملحد، وإن الله حسن خاتمته إنه يدخل الإسلام. يعني بدل ما يحرق يدفن، يكرم ويدفن ويغسل ويدفن ويصلى عليه يعني. ويعني الواحد، انا ما علي طبعا، انا ما جاي اتكلم في اي اشخاص ولا اي ولا انا ولا اي اشياء تانية. لا، انا جاي اتكلم إرادة الله. يعني شوفوا كيف يعني الواحد ناخد عبرة. يعني العبرة من اللي هي في الحياة هذه، إن كيف الواحد يعني سبحان الله شيء مؤثر جدا جدا جدا. يعني إذا الله حب شخص أو عبد، يعني سبحان الله. يعني أول حاجة أنا تأثرت ليش؟ لأن أنا كنت أتابع يعني مسيجنو. بعض الأحيان أتابعه فعلا إنسان ذوق، يعني شيء مؤثر، كان في قمة الأخلاق، في قمة الرقي رغم كبر سنه. كان راقي، كلامه راقي. يعني صفات فيه فعلا جميلة جدا جدا جدا، مؤثرة. أي واحد ممكن تأثر بالشخصية هذه، إن الله يمن عليه بالإسلام يعني. يعني ويكرمه بهالطريقة. ففعلا يعني شيء جميل، يعني الواحد يعني ياخد عبرة يعني من هالحياة. يعني ما أدري فاهميني ولا لا. وإنه فوق كل هذا يعني الحمد لله إنه يعني دخل شخص للإسلام. يعني ده فخر فخر فعلا لأي مسلم ومسلمة. فشيء جميل جدا يعني، إن الله يعني وإيش أقول، يعني إرادته فوق إرادة كل أحد. يعني مهما حاول أي شخص يدبر أو يكيد لكن الله كاتب شيء تاني، ما بصير يعني إلا اللي الله كاتب لنا. هذا أيضا أنا فاتحة الفيديو على أساس الجملة هذه: لن يصير أي شيء إلا الله كاتب لنا. دي العبرة الثانية. ويعني والواحد الدنيا يعني زي ما يقولوا، طبعا يحاول يتعظ الواحد في هي المواقف هذه. فموضوع مؤثر يعني، والله يرحمه ويرحم جميع المؤمنين والمؤمنات. فيعني أنا اللي أثر فيه إيش؟ إنه فعلا كان ذوق، كان راقي، كان أخلاق يعني. أثر فيه ليش يعني؟ أثر فيه إن الله حسن خاتمته، وهذا شيء جميل جدا يعني. وأنا فرحانة إلى يعني فرحانة إلى إن يعني تحول من شخص ملحد إلى شخص مسلم، وإنه بدل ما ينحرق يعني راح يعني في مقابر المسلمين. فرحانة إلى يعني أكيد أنتوا مثلي يعني فرحانين لأي شخص يدخل الإسلام طبعا. يعني الحمد لله، الحمد لله يعني. والشيء الثاني يعني طبعا لا أعيد وأزيد إن لا إرادة فوق إرادة رب العالمين جلت قدرته. هو القادر، هو يعني هو المدبر، هو المدبر، هو القادر سبحانه جلت قدرته. ولا شيء فوق إرادته. أنا حاولوا تفهمون إن أقول أنا مغزى الآن من الكلام إن فعلا يعني الواحد لازم يتعظ في هالحياة، لازم يتعظ في هالحياة، وإن ما في شيء يصير الله مكاتب منه. فناخدها عبرة. الحياة دروس وعبر، مهما الواحد كبر يعني. طبعا يضل يتعلم من أشياء يشوفها قدامه أو يسمعها طبعا.
فالواحد سبحان الله يعني، وإن الدنيا دي يحاول واحد لا يتبطر، لا يظلم. الظلم ظلمات، وحاول واحد لا يظلم لا يتبطر. مهما فعلت يا بني آدم ما تقدر تسوي أي شيء، الله مكاتبنا. فهذه الكلمة، مهما فعلت يا بني آدم ما تقدر تسوي أي شيء، الله ما يبغاه. ما تقدر تتخطى أي شيء، الله اللي بكاتبنا هو اللي بصير. فالواحد دائما يقول يا رب، والله ينصر طبعا الإسلام والمسلمين، ويعني والله يتولانا وياكم إن شاء الله بحسن خاتمة، ويرحم الجميع يعني، ويرحم مسيو جانو، ويرحم طبعا قبل جميع وياه يعني جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يعني. فأتمنى يا حبايبي إنكم يعني، أنا كلمتين حابة بس كنت أقولها يعني. فأتمنى منكم طبعا ان تحبوا تشاركوا في اللي هي كمسلمين طبعا، الواحد يترحم على اي شخص دخل الاسلام طبعا، وانكم تشاركوا في اي شيء يعني يكون ايجابي بهالطريقة، ان في شخص يدخل الاسلام طبعا شيء جميل جدا. كفاية انكم يعني كنا عارفين ان ما في قدرة فوق قدرة رب العباد طبعا. هذا الشيء يعني الكلام هذا ممكن الواحد يستخدمه يعني مو بس في إسلام أو ده، حتى في حياتنا العادية طبعا. مهما حاولنا ندبر أو نخطط أو نسوي أو نكيد لأي أحد أو لأي شخص، ما بصير إلا إرادة الله اللي الله كاتب لنا. وطبعا والله يمهل ولا يهمل. فيعني فإن شاء الله إحنا أيضا أنا زيكم نتعلم دروس إن شاء الله، والحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله كل شيء يكون فيه صلاح للجميع يا رب. وأشكركم طبعا جدا جدا على يعني، أنا الآن حبيت بس أقول هالكلمة طبعا، حاولت أجمع لكم أي صورة من الصور القديمة يعني، فمعليش المعذرة. المهم طبعا الآن نكون نحن في الكلمة اليوم، مو في الشكل أو كده. فإن شاء الله يعني زي ما قلت إن شاء الله نجتمع وياكم إن شاء الله على خير يا رب. وما في أحسن من النية الصافية، وعلى نياتكم ترزقون يعني. فما في أحسن من النية الصافية والعمل يعني أنا مو جاية أعلمكم ولا أعطيكم دروس أبدا أبدا يعني. أنا جاية زي ما قلت لكم في موقف صار ومؤثر، فحبيت أتكلم في نقطتين طبعا، اللي هي إرادة الله فوق كل شيء، ونترحم على مسلم دخل الإسلام طبعا الحمد لله. وحبيت أثر فيه، كان أخلاقه كانت روعة. الله كافأه طبعا الحمد لله، من ملحد إلى مسلم سبحان الله يعني. فالواحد يعني طبعا أنا مو جاي أعطيكم لا عبر ولا دروس، أكيد كلكم عارفين وإحنا عارفين، وأنا زي ما قلت زيكم لحد الآن أتعلم. فالحياة تجارب، الواحد يظل يتعلم ويستفيد من آخر لآخر يوم في حياته يعني. ما في واحد متعلم كل شيء. فهي الدنيا زي ما يقولوا طبعا دروس وعبر يعني. فطبعا احنا لازم واحد يستفيد كده، ان الدنيا دي فانية يعني. ما في واحد كده يعني على نياتكم ما ترزقون يعني. فالواحد يصفي نية الحمد لله. وانا اقول هالكلام انا نفسي قبلكم طبعا. فان شاء الله يعني نستفيد من بعض يعني. وفي امان الله. واللي حاب طبعا يكتب اي تعليق او اي ممكن يفيد بأي احد، فما في مشكلة طبعا. احنا قاعدين نتكلم بشكل عام، لا جبنا اشخاص لا جبنا اي شيء، لان مو هدف قناتي ان اجيب اشخاص او اجيب يعني او اتكلم في دين او في سياسات، ابدا ابدا. هذا مو مختص فيها قناتي، ولا انا اتكلم في دي الاشياء. انا بس تأثرت لأنه كان ذوق وكده، حبيت أترحم عليه طبعا إنه دخل الإسلام. وحبيت طبعا إن الواحد أعيد وأزيد، وبداية ونهاية أقول إن لا إرادة فوق إرادة الله، اللي الله كاتب لنا هو اللي بصير. مهما عملت يا بني آدم
ومهما سويت ومهما خططت ومهما دبرت، ولا حاجة بتصير غير اللي الله كاتب لنا. والله يهمل ولا استنى شوي. الله يمهل، الله يمهل جلت قدرته ولا يهمل. ويلا يا حلوات إن شاء الله. ما عندي أي كلمة تانية طبعا. زي ما يقولوا خير الكلام ما قل ودل. كلمتين إن شاء الله الدرس لنا جميعا في هالحياة يعني. والله يعطيكم العافية وما قصرتوا. وبس الظهر صارت يعني مقاطع التصوير أكتر من الكلام، فعادي لهنا إن شاء الله. يعني أقول لكم في أمان الله، وإن شاء الله نشجع بعض وندعم بعض، ونحاول طبعا يعني نشير يعني ندعم بعض، يعني نحاول كده نكون يعني نساند بعض. في أمان الله.